بص، عنف موجود، فاهم كوره موجود، عايز تحافظ على الكوره موجود، عايز تبني هجمه موجود، عايز تبقى باسنج كاتر يقطع الباصات موجود. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الكوره في القهوه. النهارده جايين نتكلم في توبيك جديد، وجايين ناخد راي انا ومهند في الليسته اللي احنا هنحطها، وكل واحد بقى وتجويده. وهنستنى رايكم كمان في الكومنتات بعد ما تعرفوا هنتكلم عن ايه النهارده. هنتكلم عن ايه النهارده هوندا؟ احنا هنتكلم عن احسن 10 محترفين دخلوا الدوري المصري، ومش هنقولهم بالترتيب زي ما احنا متعودين بنرتب في الاخر. و10 محترفين دول شامل كل الجنسيات بكل البلاد، افريقيا من بره، عرب، كل حاجه كله داخل معانا من بدايه سنه 2000. ما لا مش هنرجع قبل كده لان احنا ما خد بالك شفناهوش. في حاجات احنا ضلمه. بنتكلم عن اللي احنا شفناه. بس خد بالك الليسته دي كبيره قوي. دي حقيقه. احنا قعدنا نفلتر فيها كتير قوي عشان نوصل ل10 احنا متفقين عليهم. يعني خلينا نشوف. ماشي. هتبدا ولا ابدا؟ لا ابدا انت. اوكي، انا هبدا ب لعيب لسه بيلعب في الدوري المصري وهو اشرف بن شرقي. ماشي. اشرف بن شرقي كواليتي لعيب فوق الممتازه. اللعيب ده خلينا نتكلم برضو كده مهند، احنا طبعا ملناش علاقه اللعيب بيلعب فين ولا اللعيب عمل ايه ولا اي حاجه، هنتكلم ككواليتي لعيب ادى في الدوري المصري. دي حقيقه. اشرف بن شرقي كواليتي مش موجوده في الدوري المصري اطلاقا. لعيب بيوجد حلول، ولعيب بيحل ازمات، لعيب تكتيكي هجوميا بشكل مش طبيعي. عايز تلعبه على الخط هيلعب على الخط وهيعرف يديك اللي انت عايزه، عايز تخليه يدخل جوه هيدخل جوه ويلعب ويعمل اللي انت عايزه، عايز تلعبه راس حربة هيعمل لك اللي انت عايزه. بس هي في مشكله، وعشان ده تاكيدا ان النهارده التوبيك بتاعنا او الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ملوش علاقه بالارقام قوي، هو اللعيب ده بيمتعك في الملعب وانت بتتفرج عليه ولا لا. اشرف بن شرقي لعب 235 ماتش، جاب 69 جول، يعني هو ارقامه كوينج هي ارقام مش حلوه اصلا. يعني انا لو بسمع بس عنه اولا مش هجيبه، بس لو اتفرجت على اشرف بن شرقي لا، هو بيخلق حلول مش طبيعيه. دي حقيقه. الحاجه بس اللي في اشرف بن شرقي ان انت لما تيجي تتفرج عليه ما تستناش منه ادوار دفاعيه، وعشان كده كانت اكتر فرق ادى فيها وعمل نتائج حلوه كان الريان والزمالك. ليه؟ الزمالك احنا عندنا الزمالك يعني بيلعب بمبدا او بيشغال بمبدا النجم بيتنجم. يعني انت لو هو عندك المهاره، مدرسه الفن والهندسه، لو عندك الفن والهندسه فانت هتعيش حياتك، فاهم؟ هتبان أيوة. قوي وهتعمل الحاجه اللي انت بتحبها بشويه قيود او شويه التزامات بسيطه. نفس الكلام في الريان، كان عنده لعيبه بتخدم عليه. يعني كان عنده لو هيلعب مع تريزيجيه كان مثلا تريزيجيه يغطي عليه، لو كان بيلعب في الباك الشمال يغطي عليه، فمعلوش التزامات دفاعيه. هتديله التزامات دفاعيه هتزعل، لان هو مش وينج شمال مثالي. فكان لازم احطه معايا في الليسته، انا بحب اتفرج عليه جدا جدا جدا. لا هو طبعا كده اشرف بن شرقي كان معايا برضو في الليسته اللي انا كنت عاملها ساعه لما كنا قاعدين بنفلتر مع بعض، فلا ده تمام يعني ما عليهاش نقاش تماما يعني. حلو. ماشي. انا هروح لنفس المكان بس وينج برضو؟ وينج برضو ماشي. وشمال برضو. بس ده اعتقد ان ده اعلى لعيب كواليتي دخل الدوري المصري يعني انا شفته، احسن من او اي اشرف حد بن شافه شرقي؟ احسن من اي حد. هو ده كان اغلى صفقه دخلت الدوري المصري ب10 مليون دولار، بتتكلم في 2018. فده كان كينو. قول. كينو. كينو. راقص الصمبا بالظبط. لا كينو. انا مش كينو ده انا كنت أعلى متفاجئ كواليتي. لغايه ما قلت لي الاسم. لا كينو ده اعلى كواليتي دخل الدوري المصري، بغض النظر عن الظروف اللي هو دخل بيها. احنا اتفقنا ان احنا هنجنب كل الحاجات دي على بنتكلم جنب. عليه في ملعب بالظبط. بس هو كلاعب انت اصلا جايبه من بالميراس. انت دي حاجه اصلا، حاجه لوحدها عمرها ما حصلت في الدوري المصري. انت تروح تجيب لعيب من الدوري البرازيلي بيلعب. الاهلي طبعا الله يمسيهم بالخير يعني راحوا جابوا لنا برونو سافيو، قال لك ده لعيب برازيلي زي كينو يعني. بس تمام يعني. بالظبط. بس لا كينو كان مش طبيعي. انا بقول لك هو اغلى صفقه دخلت الدوري المصري ب10 مليون دولار. هو المفروض عقده كان جاي سنتين، هو لعب سنه وما استحملش طبعا يعني. هو كان بياكل عيش على اي حد في اي حته، بيعمل كل حاجه هو عايزها في الكوره. قعد سنه والسنه الثانيه طلعوه عرى راح الجزيره. تهيألي على قفل الفتره دي كان بيطلع فيديوهات اللي هي عارف الفيديوهات الترقيص والاهانات اللي مش طبيعيه. الموضوع ما كانش طبيعي. لا كان عالمي، كان في حته ثانيه لوحده خالص، وما كانش ينفع ان هو يخش عندنا خالص. من اعلى الكواليتيز اللي دخلت مصر زي ما انت قلت. لا انا بقول لك هو عقده كان سنتين وهو لعب سنه والسنه الثانيه قال لهم الوضع هنا مش هينفع، ما استحملش يعني متفقين على كده. تاني لعيب متفقين اتفق. طيب نروح للعيب الثالث. يلا. اللعيب الثالث اللي عندي هو بلاتي توريه. حلو. بلاتي توريه ده قصته قصه غريبه جدا. في حاجه في كره القدم كنا اتكلمنا عليها قبل كده في حلقه من حلقاتنا اسمها الريسنسي بايس، ان انت بتقيم لعيب او بتاخد قرار على اللعيب ده بناء على اخر فتره.
بلاتي توريه لعب افريقيا 21 قبل ما تخلص كان بيراميدز مضيه. دي حقيقه. اتفرج على تاريخ بلاتي توريه قبل بيراميدز، هو مفيش. لعب في انديه كتير جدا جدا، ولعب في الخليج ولعب بره. هو فعلا ملوش اي بصمه او ملوش اي حاجه بتدل ان هو كان لعيب جامد. لعب بطوله افريقيا دي كان جبار. دي حقيقه. انا عايز اقول لك ان هم ماضيين معاه، كان قيمته السوقيه 175 الف يورو، وصل مع بيراميدز لمليون ونص. انت متخيل قيمته عليت ازاي؟ بيراميدز جاب لعيب في نص الملعب حكايه. بلاتي توريه ده سفاح. عايز اقول لك ان هو كلاعب تكنيك بيلعب ارتكاز، بيلعب نص ملعب، يلعب صانع العاب، بيلعب وينج يمين، يلعب وينج شمال. بجد انت جبت جوكر والله العظيم. انت وقت ما هتتزنق هتلاعب بلاتي توريه. بص، عنف موجود، فاهم كوره موجود، عايز تحافظ على الكوره موجود، عايز تبني هجمه موجود، عايز تبقى باسنج كاتر يقطع الباصات موجود. بص، اللي انت هتحلم بيه موجود في بلاتي توريه. بس يمكن الحاجه الوحيده اللي مش موجوده فيه الكوره الجميله. يعني هو لعيب فاهم، عارف في ظابط في الملعب. انت يا باشا يمين يمين شمال شمال، ما فيهاش بقى هرقص وهعمل ودي. يعني لما بيدينا اصلا باس طولي كده لطيف او ثرو بيبقى كتر خيره. دي حقيقه. موافق. يلا بينا. ماشي. انا هنقل بقى على الاهلي، هروح الناحيه الثانيه، هروح لجilberto. بس انا هحكي قصه بس سريعه عن جilberto كده بسرعه. يعني في الاول بغض النظر عن ككواليتي، يعني جilberto كان جاي الاهلي بيع فوق الصفقه من الاخر. جilberto ما كانش جاي الاهلي على ان هو جilberto. دي حقيقه. جilberto كان جاي مع ايفيلينو صفقه فوق البيع، اللي هو خدوا جilberto ده يا جدعان، عايز عنده 19 سنه، عيل صغير. هو ايفيلينو كان جاي هو النجم بتاع الفرقه هناك، جاب عنده 28 سنه وجه وجاب اول ماتش ليه اصلا مع الاهلي جاب جون في روما. فقال لك بس خلاص ايفيلينو ده المهاجم بتاعنا. وجilberto كان جاي فوق البيع. جilberto اصلا اول ما جه كان بيلعب نص ملعب، ما كانش بيلعب باك شمال، لان كان في موجود ساعتها محمد عماره واحمد ابو مسلم. فاللي هو حبيبي مقفوله العب بس هنا شويه لحد ما نشوف حاجه. مسك من اول ما مسك، بعد ما محمد عماره مشي وابو مسلم برده مشي، من اول ما مسك وهو كان خلاص مسك يا باشا هنا انا مش هحل. بغض النظر ان هو الاصابه بتاعته اللي هو عملها مع اللي حصلت له مع منتخب انجولا هناك، ودي اللي عطلته شويه ان هو يكمل مع الاهلي. هو فضل مكمل لحد 2010. جilberto جه 2002 ومشي 2010. بس جilberto ككواليتي لعيبه، انا عايز اقول لك بس ان في جمله مكتوبه على ويكيبيديا في التعريف بتاع جilberto، ان جilberto بيجري من ناحيه الشمال يرفع الكره لفلافيو عشان فلافيو يجيب جون. دي مكتوبه على ويكيبيديا، هي مكتوبه كده اقسم بالله. ده يعني وصف اللعيب بالظبط. هي محطوطه ان هي كده. الدوري المصري كله كان حافظ الحركه دي، وكلها كانت بتعدي وبتيجي جون بالظبط. فاللي هو انت عرضيات ما بتجليش، العرضيه مظبوطه بنسبه 100% هتطلع من رجله. كواليتي لعيب كمهاره وكبساط وكقرايه ملعب وكتحويل ملعب وكل الكلام ده. جilberto كان فوق الممتاز، كان بيعمل حاجات مش منطقيه. ده غير ان هو كان ليه حته شويه كده مع جمهور الاهلي، ان هو مع الاصابه اللي حصلت له مع منتخب انجولا، لما ما رضيش ان الاهلي يتحمل الاصابه بتاعته لما حصلت له هناك في المنتخب. قال لك لا، ان البلد هي اللي المفروض تشيل ده، وما رضاش ان الاهلي يدفع. ولما الاهلي قال له خلاص هنمشي بس الموضوع دلوقتي وبعد كده نبقى نشوف، لما جاله استدعاء بعد كده المنتخب انجولا تاني قال لهم انا مش هاجي غير لما تدفعوا الفلوس العلاج بتاعتي للاهلي، لان هو اتصاب ساعتها مع انجولا. وهو مسيرته مع المنتخب ما كانتش وحشه خالص، هو اصلا كان اساسي في المنتخب. ومشكلته ان هو اتصاب الاصابه بتاعته دي كانت قبل كاس عالم 2006، فما لعبش معاهم كاس العالم 2006 ولا لعب معاهم افريقيا اللي كانت هنا في مصر. لعب معاهم 2008 و2010 بس. فجilberto لا، جilberto ككواليتي لعيب وكمهاره كاساسيات مركز عنده، لا هو جilberto 10 على 10. مفيش اي مقارنه او اي باك شمال عامه غير واحد بس يقارن بيه، يعني من وجهه نظري. يعني انت كفيت ووفيت يعني. انا حاجه انت موافق؟ انا اكيد موافق يعني. انا جilberto بصراحه كنت بحبه، هو لعيب كان خفيف وبينجز وبيعمل المطلوب منه. موافقين. اللعيب الخامس معانا دلوقتي مايسترو في نص الملعب، مزيكاتي. يعني هي حقبه الصراحه لما لعبت مع بعض كانت للتاريخ. قول يا باشا. فرجاني ساسي. ماشي. فرجاني ساسي هو مايسترو، هو بيرلو اللي لعب في الدوري المصري. انا هقعد اقول اشعار. ماشي. هو نجم، هو مسمار. لا فرجاني ساسي كان قدم كوره، كان مصر كلها ما شافتش كوره في نص الملعب بالحلاوه دي. انا مش هتكلم بقى على كواليتي، ان هو كان طبعا في عيوب. مثلا فرجاني ما كانش بيدافع احسن حاجه، الاستامينا او ان هو تحمل دقايق الماتش كامله ان هو يقدم بنفس المستوى ما كانش احسن حاجه. بس الكوره لو لمست رجل فرجاني هيعمل اللي هو عايز يعمله.
فرجاني هيوديك، فرجاني هيشوط وليه جوان كتير قوي من الذاكره تقدر تفتكرها، كانت حلوه جدا يعني. فرجاني هيدي سروهات، وفرجاني هيحافظ على الكوره. فرجاني كان طفره في نص ملعب اللي دخل نادي الزمالك واللي دخل الكره المصريه. انا بتهيألي مش فاكر او مستحضر دلوقتي محترف لعب في نص الملعب بحلاوه فرجاني ساسي. انا بتكلم على حلاوه اداء وانت بتتفرج عليه ومبسوط يعني. انا ما اظنش ان ممكن مدرب في الدنيا يبقى عنده فرجاني ساسي ومقعده دكه. ان انا هقطعك، بس هو لسه ما حصلش، بس انا بنسبه كبيره هو هيحصل. خلينا نشوف بن رمضان يعني. خلينا نشوف، ما انا بقول لك خلينا نشوف بامانه يعني. انا بص، مش بقول لك ان هو هيعلى على أنا- فرجاني، أنا هقول لك بس حاجة. أنا بن ضد رمضان مبدأ. كواليتي. انا ضد مبدا ان انا اسبق بحاجه. هو أنا بوتنشال، انا فاهم. بوتنشال متفق تماما، بس فرجاني ادى. أنا طبعا انا ما بقولكش حاجه، انا بكلمك ككواليتي. وارد على فكره، ككواليتي وارد. ككواليتي بن رمضان هو قريبه من خد فرجاني بالك، جدا. ده جاي لك نجم وده جاي لك نجم. بالظبط. فانت مستني من ده زي ما مستني من ده. بالظبط. يعلى بقى عنه حاجه بسيطه، يقل منه حاجه بسيطه، ده هيبقى الطبيعي. أيوة. فرق عنه هيبقى ده بقى اللي مش طبيعي. ايوه دي صح. ساعتها نقدر نقيم. انا بكلمك، انا مش بكلمك أيوة ان فاهم. هو نفس مش بكلمك ان هما الاثنين زي بعض، بس بكلمك ان هو على الاقل نفس الكواليتي. صح فاهم؟ متفق بس. تمام. على فكره انا عايز اقول ان معاهم تالت بقى، بس ممكن يبقى اقل شويه حاجه بسيطه، وليد الكارتي. بس خلينا عشان هو مش معانا في الليسته، او انا مش حاطه في وديانج الليسته برضه. لا برضو بس مش الكره الجماليه. بس يعني انا بتكلم على فاهم. نوعيه اللعيب. م-م. فنرجع لفرجاني. فرجاني من افضل نص الملعب الممتعين اللي اتفرجت عليهم في حياتي في الكره المصريه. دي حقيقه. وافقني؟ انا موافق. الحمد لله. ماشي، خلينا انا انقل بقى، بس انا هنقل على افريقي برضو، مش هنقل على عربي. هروح لاخوه، اخو جilberto على طول. هروح لفلافيو. ما انت رفعت الكره اللي فاتت بالظبط. حطها جون بقى. حطها جون. اتفضل. ففلافيو جه الاهلي 2005، بدا مع الاهلي من اول 2005 بالظبط. وخليني اقول لك بس ان فلافيو كان المفروض ان هو جاي لعيب تقيل يعني. هو كان واخد مع بيترو اتلتيكو دوري ابطال افريقيا 2001، كان واخد احسن لعيب في البطوله. صح. وكان واخد هداف البطوله، وقلناه قبل كده في حلقه من الحلقات بالظبط. ففلافيو اصلا من 2001 وهو جاي لك نجم يعني. هو جالك بعدها ب4 سنين، فهو اصلا كان المفروض ان هو جاي حته تقيله، وكان جاي بعد ما خد خبره، ان هو جاي 26 سنه، فبرضه المفروض ان هو جاي واخد خبره، جاي داير بالظبط. بس هو جه كفرنا. الله اعلم اللي حصل ايه. اقسم ايه اللي بالله حصل في الدخله اول دي؟ اول سنه ده كان تكفير ذنوب. فلافيو كان بيكفر ذنوب اي بني ادم ممكن يشوفه يعني. ما جابش غير جون واحد بقفاه، واللي هو كتر خير الدنيا على كده. بس بعد كده الموضوع كان مش طبيعي. فلافيو كان اكتر مهاجم متكامل انا شفته بامانه. ان هو بيجيب اجوان بكل الطرق، برجله ماشي، وبدماغه ماشي، بيركن الكرة ماشي، بيشوط من بعيد، بيجيب اجوان ماشي. الجون بتاع اللي هو جابه برجله، اللي هو شوطه من بره 18 اللي كان جابه في كاس عالم الانديه، ده مش مهاجم تقول عليه ان هو مش مهاجم مهاري ولا بيعرف يلعب برجله. تاني حاجه الجون اللي جابه بدماغه في الاسماعيلي، اللي هو جايب جون من قبل دايره البينالتي بدماغه، اللي هو ايه ده انت بتعمل كده ازاي؟ انت ده بتاع السنه اللي احنا كنا المفروض فيها، فاهم؟ فلافيو كان لازم هعلق بس على حاجه بسيطه. هو على فكره ممكن بقاش فلافيو مهاجم متكامل يعني. هو ناقصه شويه حاجات، ان هو مثلا المهاجم اللي هو بيحرك، اللي هو زي ما بيسموه الفولس ناين، ممكن ما لا انا بتكلم ان هو كفينيشر، بس عمل حاجات تانية تغنيه عن كل حاجه. بالزبط. انا موافق طبعا. فلافيو كان لازم. هو واخد هداف الدوري المصري مرتين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اوكي معانا اللعيب السابع، صح كده؟ صح. عندنا اللعيب ده. عندك انت. طب خد بقى اللعيب ده. قول لي. اللعيب ده هو جون أنطوي. ماشي. جون أنطوي عدى على دوري مصر كله. لعب طلائع جيش، لعب اسماعيلي، لعب بيراميدز، لعب اهلي. بص يعني ما خلاش. ارقام جون أنطوي مع كل الفرق ما بتجليش. دي حقيقه. اللعيب ده بيتحط في اي تشكيله بيشتغل هو عارف بيعمل ايه يعني. بيشتغل شغله يعني. ده مقارنه بفلافيو شبه بعض شويه برضه حقيقه. جون أنطوي فعلا يعني مهاجم شبه متكامل. بيعمل كل حاجه. وفي ميزه شويه عن فلافيو مهاجم 6. جون أنطوي بيطلع بره وبيبقى ليه تاثير. كان البيك بتاعه. اصلا جون أنطوي في الاهلي كان بيلعب تحت ايفونا. بالظبط ده مظبوط كده. الاسماعيلي كان بيلعب ساعات، بيلعب جنب كان مين ساعتها؟ مروان محسن تقريبا. لعب مع مروان. فهو بتاع دي وبتاع بيلعب في منطقه الجزاء. فجون أنطوي
خطير جدا. انا عايز اقول لك حاجه، انت عارف ان جون انطوي لسه بيلعب كوره صح؟ اه بيلعب تقريبا في المروج الليبي، او بيلعب في الدوري الليبي يعني، مش متاكد الفريق ايه. انت عارف انطوي عنده كام سنه؟ لا 32 سنه. 32. انت متخيل هو كل اللي جاي وهو عمله في طفل. ايوه كل اللي عمله في الدوري المصري ده؟ انت عارف انطوي غاني بدأ في دريمز ايوه او اول ما جه الاسماعيلي يا باشا قد ادى كل ده ده، ولسه بس ده هيدي. كده هو طفل بجد، هو جاي وهو بالظبط، طفل تخيل بجد. بقى عمل كل ده وهو لسه ما عندوش الخبره. مم. لازم جون انطوي. دي حقيقة. ماشي، انا متفق على جون انطوي، ما عنديش فيه مشكلة. وهروح بقى لحد تاني، انا هروح لمحمد الشيبي. بغض النظر عن اللي انا قلته عن كينو، حقيقي. بغض النظر عن اللي انا قلته عن كينو ان هو جه ازاي وكل الكلام ده، انا يعني همحي اي حاجة بره الكورة على جنب. مش محتاجين نقولها تاني خلاص بالظبط. يعني. الشيبي هو اعلى كواليتي باك يمين دخل مصر، اذا كان مصري او مش مصري يعني، خلينا متفقين على ده. لا 2000 يعني من 2002 تقريبا. بالظبط، بعد ابراهيم حسن تقريبا ما فيش حد كان جه زي الشيبي دي يعني، حقيقة. اعتقد ان ما شفتوش يعني. بغض النظر برضو عن اسلام الشاطر شويه، بس يعني انا بكلمك ككواليتي بتاعت لا الشيبي. عادي، في ناس هتقرب بس مش بالظبط. زي مستوى الشيبي. بالظبط. الشيبي يعني هو جه بيراميدز من 2000 و 2022، كان جاي من الجيش الملكي، كان جاي لعيب عادي. هو مشوه من اشتروه بيراميدز، اشتراه عادي، كان شافوه صفقه، كان بيلعب مع منتخب المغرب المحليين فاشتروه وجابوه ان هو يلعب باك يمين معاهم. ما لعبش مع المغرب كاس العالم اللي هم راحوه بتاع 22 ده، بس هو ككواليتي لعيب هنا جوه مصر الموضوع كان مختلف تماما. انا عايز اقول لك ان الدوري ابطال افريقيا اللي بيراميدز كسبوه ده كسبوه بسبب الشيبي. يعني هو اعلى لعيب عمل مساهمات او صنع فرص حقيقيه للتهديف ب7 يا اجوان. باشا اي بطوله حققتها بيراميدز او هتحققها في وجود الشيبي فهو يبقى سبب فيها. هو عنصر اساسي من اي حاجه. انت فاهم يعني ايه باك يمين؟ هو اعلى واحد في البطوله، مش في بيراميدز، اعلى واحد في البطوله كلها صانع فرص حقيقيه للتسجيل. مش طبيعي مش طبيعي. عنده حس اصلا مش طبيعي، بيرفع من نص الملعب. هو زي جilberto على فكره. انت فاهم يعني بغض النظر عن الامكانيات، انا بكلمك ككواليتي اوفر وككواليتي، كل واحد فاهم مكانه عامل ازاي وكل الكلام ده. لا هو يعني انا زهقت مش هكمل جري، انا هرفع من هنا عادي يعني مش وهتروح عادي. وبيشوط من بره من اللي وبيشوط من بره، بيجيب اجوان وبيعمل كل حاجه. هو يعني هو شبه ان هو متكامل، باك يمين متكامل يعني. فاللي هو لا كان لازم يتحط يعني. موافق جدا طبعا. طب الحمد لله. انا اخر لعيب عندي بقى، انا قلت اسيبه للاخر عشان ده نوستالجيا يعني، ختامه مسك. قديم شويه. ماشي. لعيب لعب في الاسماعيلي والاتحاد السكندري بس داخل معانا في لستة افضل 10 محترفين داخل مصر. المهاجم العراقي مصطفى كريم. ماشي. مصطفى كريم تقريبا لعب في الاسماعيلي 2003، لعب موسمين، لعب في الاتحاد السكندري موسم واحد. لعب 52 ماتش مع الاسماعيلي جاب 21 جول، و59 ماتش مع الاتحاد السكندري جاب 29 جول. دي ارقام فلكيه، دي ارقام بجد. مهاجم كان بيجيب كل ماتش تقريبا ماتش وربع، ماتش ونص بيجيب جون. خلي بالك ان كواليتي الدوري ساعتها كانت لعيبه تقيله جدا. الدوري المصري ساعتها كان في البيك بتاعه. هو ما كانش بيلعب في فريق كبير من الاهلي والزمالك يعني. يا مهند كان الاسماعيلي ممكن يلعب اي فريق بره مصر ممكن يكسبه مرتاح جدا. دي حقيقة. فاهم؟ مصطفى كريم كان في الجيل بتاع احمد ابو مسلم ومحمد حمص وعبد الله السعيد. اقسم بالله الاسماعيلي كان مرعب، والله مرعب، الاسامي اللي فيه كانت مرعبه. دي حقيقة. مصطفى كريم احسن مهاجم بيتمركز انا شفته في حياتي، وخلينا نقول محترف عشان احنا بنتكلم عن المحترفين دلوقتي. بيتمركز، سيبك من ان هو بيفنش حلو جدا وبيلعب السهل ولعيب بيلعب بتاع منطقه يعني بره، مع انه كان خفيف وممكن يساعد ان هو يطلع بره، بس هو كان بيلعب في المنطقه بس بيتمركز. انت عارف مصطفى كريم جايب كميه اجوان فولو لمجرد ان هو بيتمركز صح. أيوة. انا عارف ان هي هتترد، انا عارف ان ممكن تيجي بالعارضه، انا عارف ان هي ممكن يحصل ايه، انا واقف صح. اللعيب ده كان خطير جدا. وعايز اقول لك ان هو لما ساب الاسماعيلي وطلع تقريبا راح الشارقه، لو انا فاكر يعني، هو ندم. هو قال لك اصلا كان نصح بعد كده اللعيبه العراقي، اي لعيب عراقي عايز يظهر لازم يروح الدوري المصري من قوته، من كتر ما هو ادى وصاب بصمه مع كل لعيب، كل جماهير الاسماعيلي وكل اللي كانوا بيتفرجوا على الدوري المصري. دي حقيقة. مصطفى كريم مهاجم مش طبيعي. انا يعني موافق، ما عنديش، مش حاسسك موافق قوي يعني. كان عندنا شويه ديبيت على الموضوع ده، بس في الاخر انت اقنعتني فانا وافقت يعني. طيب ماشي تمام. فانا هروح لاخر واحد بقى، وده كان لازم يتساب لاخر حاجه بالنسبه لنا شخصيه. ده موضوع شخصي بقى بغض النظر عن اي حاجه. ماشي قول انت عايز. انا اللعيب ده احبه وما احبوش. انا بحبه عشان هو جامد، ما بحبوش عشان هو جامد برضه. لا دي اسباب شخصيه بقى. فكان لازم علي معلول يفضل لحد اخر حاجه خالص. اسرع دليفري في مصر علي معلول انا بالنسبه لي هو احسن محترف
جه في تاريخ النادي الاهلي، بغض النظر عن كل الحاجات اللي احنا تقيلة، خد قلناها بالك. عن جilberto وعلى فلافيو وعن كل اللعيبه دي. تقيله وهتثير لا لا الجدل. لا, لا انا بالنسبه لي علي معلول في طب حته. انا عايز اسمع راي الناس في اللي بيقولوا مهند ده، عشان اللي بيقولوا ده بجد يعني يثير الجدل جدا. يعني هل معلول احسن محترف في تاريخ الاهلي؟ انا شايف كده، واعتقد ان 70% من الناس او اكتر كمان ممكن تتفق معايا. احب اعرف. فلا بغض النظر عن اي حاجه، مش بكلمك على كواليتي كوره، ممكن يبقى جilberto اعلى ككواليتي كوره من معلول في الحته بتاعه الباك الشمال دي. بس علي معلول لو ما كان مصري كان هيتعامل معامله الاساطير في النادي زي ما كان بيتعامل فيها ابو تريكه والخطيب بالظبط. عن كل الحاجات اللي هو عملها وعلى الارقام اللي هو كان بيعملها وعن المساهمات اللي هو بيعملها وعن حبه وانتمائه للنادي وكل الكلام ده. علي معلول جاي الاهلي من 2016 لسه ماشي السنه اللي فاتت، انت ما سمعتش مشكله واحده هو عملها. ما عمل كل الاصابات اللي هو بيرجع فيها بيروح ويتعالج ويرجع في ميعاده زي ما هو، بغض النظر عن اخر فتره. انا مش عايز بس ناخد الجزء اللي بره الملعب في اعتبارنا علشان ما تتكلمش انا باحساسك. لا انا بكلمك ان هو كان هيتعامل ليه اسطوره هنا. ايوه زياده عن اللي في الملعب يعني. بالظبط. لا انت لو هنتكلم على اللي في الملعب، فعلي معلول هو من على ترانسفير ماركت هو مساهم ب 135 جون مع النادي الاهلي في 9 سنين باك شمال. علي معلول اصلا قبل ما يجي الاهلي كان واخد هداف الدوري التونسي مع الصفاقسي. ايوه دي حقيقه، سمعت المعلومه دي يعني. يعني هو اصلا جاي مدافع جاي واخد هداف الدوري التونسي مع الصفاقسي. في حاجه غلط في الموضوع. فاللي هو انت هو اصلا المفروض ان هو كان، بس هو كان معاهم للامانه ما كانش بيلعب باك شمال، كان بيلعب وينج شمال قدام. بس هو في الاخر هو كواليتي ان هو بيلعب باك شمال. فانا بالنسبه لي علي معلول اللحظه اصلا اللي هو لبس فيها شورت الكابتن في الاستاد وان الجماهير كانت بتناديله وان كل اللي حصل بعديها ده، فلا انا علي معلول انا من قبل ما نبتدي الليست اهو، انا علي معلول رقم 1 عندي قبل اي كلام يعني. حقك والناس حقها تقول كلام مختلف. انا موافق طبعا على علي معلول. دي كانت القائمه اللي احنا اتفقنا عليها بالظبط. بس احنا عايزين نقول شويه اسامي كان عليها اختلاف، والناس دي برضو كانوا محترفين قيمين جدا جدا في الدوري المصري، بس هم يمكن من وجهه نظرنا احنا برضو المتواضعه يعني اقل من الناس اللي احنا قلناهم في القائمه بتاعتنا. يعني مثلا كان عندي انا شايف في مايلي، في اجاييه، في بابا اركو طلائع الجيش. عندك مين تاني؟ انا كان عندي وسام، وكان عندي ايفونا، اعتقد دول اللي انا، وعندي كان عندي اجاييه. كان في اقول لك لعيب يعني بقى الناس القديمه بقى اللي زي حالاتي، عمر النجدي. عمر النجدي مقصه طبعا. هو ده عمر النجدي فعلا مقصه. كان لعيب فظيع فظيع جدا يعني. دي حقيقه. القايمه تطول وطول يعني. عادي تحط فيها اسامي وليهم الحق ان هم يخشوا مرتاح، وديانج ووليد الكارتي لا في كتير قوي يعني. بس انا عندي هقول حاجه، لو الكواليتي بتاع بن رمضان دي كملت 2-3 اعتقد ان احنا هنحتاج ان احنا نغير الترتيب ده. نعيد الحلقه تاني. عيدها لوحدك بعد 2-3 عيدها لوحدك بقى. طيب دي كانت الليسته. قبل ما نرتبهم بعد ما خلصنا يعني هتشوفوا بقى الترتيب بتاعنا ومهند، واهم حاجه تقولوا لنا رايكم فعلا انه هيفرق جدا. اتمنى ان الموضوع يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تشاركونا رايكم. ولو الحلقه دي فعلا عجبتكم هنستنى منكم ان انتوا تعملوا لنا اللايك والشير والسبسكرايب على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، واستنونا في حلقات جايه ومواضيع تانية ومسابقات تانية. تمام، شكرا.